ازيكم عاملين ايه؟ كنت عايزه اكلمكم النهارده عن اهميه الرياضه او كمان الحركه اليوميه اللي انا بعملها في يومي الطبيعي خالص. نزولي الشغل الصبح، حركتي في البيت طول اليوم، حتى نشر الغسيل ولا حركتي في المطبخ، ان انا اشيل حاجات من على الارض واحط حاجات، الحركه حتى اليوميه، طلوع السلم ونزوله، كل الحاجات دي مهمه جدا، بالذات كمان لو انا معاها دايت بلان او انا عامل لنفسي نظام غذائي او باكل اكل صحي كويس وابتديت اقلل الجانك فود والسكر والدقيق والحاجات دي. الحركة اليومية مهمة جدا. وكمان لو انا اشتركت في جيم او رحت سباحة على الاقل حتى مرتين في الاسبوع، اتحركت طول اليوم. الموضوع ده مهم جدا جدا. ليه؟ اولا بينشط الدورة الدموية، فانا حركة جسمي طول اليوم بتفرق، فدماغي بتنشط وذاكرتي بتنشط وانا جسمي بيبقى بيختلف. كمان بيأثر في نزول الدهون، يعني بعمل دايت بلان وقاعد في البيت، دي مش صح. انا محتاجة اتحرك في اليوم، انزل اتمشى نص ساعة كده حوالين البيت، او وانت في المكتب انزل اتمشى نص ساعة او ساعة الا ربع، روح اشتري حاجة في وقت البريك، روح كل في حتة بره اكل صحي يعني، روح اشرب كوفي، اتحرك، روح اشتري حاجات، انت روح اتمشى واشتري الحاجات اللي انت عايزها مثلا. دي من ضمن الافكار المهمة اللي تساعدني ان انا جسمي يبقى مختلف. كمان بتساعد كمان زي ما قلنا في الذاكرة، بتساعد كمان في طريقة تفكيري. لو اشتركت في جيم كمان او اشتركت في اي لعبة، دي حاجة بتبقى لذيذة قوي، لان انت بتبقى في وسط كوميونتي كده كله حركة كله نشاط، فبتشوف مثلا حد بيعمل طريقة بيلعب بطريقة، بتلاقي الناس كلها داخلة بحماس، بتلاقي شخصيات مختلفة، ده بيشجعك ان انت تكمل، او بيعلمك كمان شوية حركات وحاجات كويسة تفيدك في الرياضة نفسها. عايزة اقولك انه اهمية الرياضة كمان في تطوير شخصيتك انت. فكرة التوتر اللي بتحصل لنا، توتري طول اليوم، الاخبار، كل الحاجات دي، لو انا رجعت بالحاجات دي كلها وقعدت في البيت لكن لو انا رجعت من شغلي مثلا اخدت شنطة الرياضة ونزلت، هدوس على نفسي سنة، بس هيحصل ايه؟ لا، هبقى نشيط اكتر، دماغي هتهدى اكتر، هبقى بعمل حاجة ليها هدف، هساعد جسمي ان هو يتطور ويبقى احسن. بتهدي من التوتر اللي بيحصل لنا طول اليوم، كمان بالذات من الاخبار اللي بنسمعها كتير حوالينا. ده كمان بيساعد على حرق الدهون وزيادة الحرق في الجسم. قعدتي الكتيرة طول اليوم سواء على الكمبيوتر او في البيت بتؤدي كمان لحاجة احنا مش بناخد بالنا منها، لضمور عضلات معينة احنا مش بنستخدمها. يعني مثلا لو انا قاعد طول النهار، عضلات الجلوتس او المنطقة دي او البطن او المنطقة دي كلها بتلاقي فيها ضمور، هي مش قوية، واقل حاجة تتعبها. وده اسباب اللي بنسمع عنها الشكاوي كتير، الظهر والرقبة والبطن اي مناطق مش بنستخدمها كتير بتلاقي حصل فيها مشاكل بسهولة. اي مناطق في جسمي انا بستخدمها كتير وبتحرك بيها كتير وبعمل بيها اكتيفيتي كتير بتلاقيها بقت اقوى. فعشان كده ركز في يومك، او انتي ركزي في يومك ان انا اتحرك على قد ما اقدر. لو مش عارفه اشترك في جيم او مش قادر او ما عنديش وقت او اروح العب رياضه او انزل اتمشى، حاول اعمل اي حاجه فيها اكتيفيتي طول اليوم. كمان قعدة البيت ليها مشاكل كتير، او قعدتي قدام كمبيوتر او قعدتي وانا منغلق على نفسي بتأثر نفسيا علينا جدا جدا، لانه انا قاعد انا ونفسي، بتأثر نفسيا، انا نفسيا تعبان متضايق مضغوط، مفيش حاجة بعملها تاني تخرجني بره الحتة دي. فذهني كمان ساعات بيكون مقفول على نفسي وعلى افكاري، مش عارف اسمع اللي قدامي، مش عارف افهم اللي قدامي لما بيتكلم بيقول ايه، اللي قدامي بيتكلم وانا بترجم كلامه بطريقه ان ليه انا قاعد طول النهار منغلق على نفسي، قافل على نفسي، سواء في الشغل او في البيت او في اي حاجه، انا قاعد مقفول على نفسي. لكن لو ابتديت افتح، بالذات مش اي حاجه يعني مش اي خروج وخلاص، لكن فكره ان انا اروح اعمل حاجه كويسه، حاجه مفيده لنفسي، بتنشط الذاكره جدا وبتنشط دماغي جدا، بتخليني افضل واحسن. كمان الحركه والرياضه لو
لو عرفت ان انت تعمل اي رياضة خلال الاسبوع بتخليني اكون نشيط اكتر كمان في شغلي، بتنشط انه انا اكون عارف اعمل اداء احسن في الشغل بتاعي او في البيت او في الحاجة اللي انا بدي فيها. لا بقيت نشيط اكتر. باجي على نفسي شوية في الراحة ان انا ارجع من الشغل انزل، بس هي بتخليني اكثر نشاط. بصوا الموضوع ليه امور كتير قوي مفيدة هتساعدك جدا وانت بتتحرك. فتشجع وحاول ان انت تلزم نفسك ان انا خلال الاسبوع لازم اعمل نشاط، خلال اليوم لازم اتحرك كتير. احاول لو في وقت ما كسلش ان انا اشترك في اي حاجة جنبك، اي حاجة حواليك، اي حاجة تعرف تروحها اعملها. انا هنزل اتمشى حوالين البيت. اعرف حد ملتزم جدا في الدايت، وهي لو سمعتني تبقى عارفة نفسها ملتزمة جدا في الدايت، بتعمل الدايت بلان زي ما هو مكتوب كما قال الكتاب. بدخلها طبعا الحاجات اللي هي بتحبها عشان هي تأمرني، وكمان ابتدت تعمل حركة كتير، ابتدت تنزل تتمشى. هي حد بيقعد قاعد في البيت، بس هي بتعمل حركة كتير في البيت وبقت تنزل تتمشى وتعمل مجهود. فارق جدا في المقاسات، فارق نفسيا معاها، فارق. النزول هايل. ليه؟ انا ملتزم بكل حاجه محطوطه على قد ما اقدر. طب نفسي في حاجه ندخلها في الدايت بلان، بس حاجه شرعيه يعني، حاجه ينفع ندخلها، فبندخلها في الدايت بلان. فبشجعك ان انت تمارس رياضه او تمارس حركه يوميه باي شكل من الاشكال اللي احنا قلناها، زائد ان انت تحاول تعمل نظام غذائي حلو ليك. ده هتلاقي فرق فظيع في كل حاجه، في الجيب بتاعك وفي نزول الدهون وفي ان انت بقيت احسن وفي ان نفسيتك بتبقى احسن واجتماعيا انت احسن. كل ده بيطور شخصيتك، مش بس ان انت تخس صدقني، لكن انت كمان شخصيتك بتنضج وبتنمو. ليه؟ انت عمال تعمل حاجات ليها اهداف حلوه، ليها يعني ريزلت كويسه ليك. اتشجع، اعمل دايت بلان كويس. لو مش عارف، انا عامله باكج اللي مش عارف يمشي لوحده، انا بكون معاك يوميا. بتبعتلي مسج لو محتاج حاجه، بنرد على بعض، بنتكلم مع بعض. وطبعا كل اسبوع بيبقى فيه الميزان، وبنبقى نحاول نغير الدايت بلان لو في تغيير فيه. في متابعه زي ما قلت لكم يوميا، وعامله لكم تخفيضات حلوه علشان تتشجع وما تبقاش شايل هم الفلوس قوي وانت بتتابع معايا. صحتنا مهمه، ان انت تستثمر في صحتك ده بيعود عليك في كل حاجه. زي ما قلت لك بيعود عليك اجتماعيا ونفسيا وصحيا وكمان ماديا، لانه صدقني ادائك في الشغل هيكون احسن، علاقاتك هتكون احسن، انت نفسيا هتبقى احسن. شوف كده اي حد كان قاعد وبقى بينزل وبيتحرك وبيروح، شخصيتنا بتختلف تماما لما بنعمل اكتيفيتيز كتير طول اليوم، مقارنة بان انا قاعد طول النهار في البيت او قاعد في الشغل وبرجع اقعد في البيت. شخصيات مختلفة والاداء بتاعي مختلف. لو محتاجين اي سؤال اكتب لي في الكومنتات، انا نفسي اسمع رأيكم. ولو عايز تشترك معايا او عايز متابعة، انت مش عارف تمشي مع نفسك وعايز متابعة، ابعت لي. ميرسي ليك.